كيفاش تعامل مع الفلوس قبل الزواج ومن بعد الزواج وقبل الأطفال ومن بعد الأطفال. هادشي اللي غادي نشوفوه الإخوان في هذا الكتاب اللي هضرنا عليه ديك المرة ديال كيفن أوليري ديال مان وومن اند ماني. كتاب زويون قريت فيه غير شي بارت، ما قريتوش كامل، مازال ما كملتوش. وقلت لكم الطريقة ديال القراءة ديالي الإخوان تتكون عبارة على تشابترز، محاور، ودوك المحاور كنكون مهتم بهم. نهضروا على الكتاب الاولا. من بين الاشياء اللي مهمه وحاولت نكتبها هنايا باش نبقاو نهضروا عليها بوحده. الحاجه الاولى هو كيفن أوليري كيقول لك بان العائله كيشوفها هو بحال شي بيتزا. الا بغيتي تتزوج القضيه دايره بحال بيتزا، كاين واحد السلايس، واحد الطرف ديال البيتزا خاص بالحب، وكاين واحد الطرف خاص بالفلوس، وكاين واحد الطرف خاص بالكومبرومايز، اي انك خاصك تضحي شي شويه من عندك، تضحي من عندها باش يمكن لكم تعيشوا بخير. هاد البيتزا هادي الا كانت ناقصه، هنا فين كاين المشكل. ما يمكنش تكون كامله البيتزا، خاص ضروري يكون فيها شويه ديال الحب، شويه ديال المال، وشويه ديال الكومبرومايز كما قلنا. اذا هذه بالنسبه الرؤيه ديال كيفن أوليري من ناحيه ديال المال. وكيقول بان الناحيه الماليه هي أسوأ حاجه تقدر توقع على اي كابل، اي وحدين يلاه يتزوجوا ولا مزوجين، هو انهم ما عارفينش يتعاملوا مع المال، او ما هضروش على المال، او ما عندهمش اهداف ماليه. علاش؟ لان في معظم الاحيان الطلاق مؤخرا معظمه كيكون مبني على مشكل ديال الفلوس بطريقه مباشره او غير مباشره. فاش كنقول المشكله ديال الفلوس ما كيمعنيش بانهم الناس ما عندهمش الفلوس ناضوا بغاو يطلقوا. بعض المرات يكون عندهم الفلوس ولكن ما عارفينش كيفاش يتعامل معاهم، ولا واحد كيخسر بزاف، وواحد كيخبي بزاف، واحد عنده هدف واحد ما عندوش. كيكونوا صراعات اللي كيقدروا يخليو لنا انهم يدوزوا الطلاق بطبيعه الحال، لانهم ما فاهمينش من الناحيه الماليه. اذا المشكل هو الفلوس، واش بزاف ولا قل هنايا على حسب كل واحد والوضع ديالو. ندوزو نشوفوا شنو هو الراي ديال كيفن أوليري قبل ما تتزوج شنو خاصك دير، ومن بعد ما تتزوج شنو خاصك دير. قبل ما تتزوج حسب كيفن أوليري غادي نقولوا شي حوايج اللي عندها علاقه بميريكان، وغادي نحاولوا نشوفوا الفيرسيون ديال المغرب. في ميريكان الاخوان خاصك ضروري ديروا ما يسمى بالبريناب، كدير واحد العقد اللي كيخلي ان الاموال ديالك قبل من الزواج، لا بنت لا ولد، حيت كل واحد تقدر تكون البنت عندها فلوس، تقدر تكون وارثه من الاب ديالها، يقدر يكونوا بزاف ديال الاشياء. باش تحافظ على الفلوس ديالها خاصها ضروري دير ديك الكونطرا ديال بريناب اغريمنت في ميريكان. في المغرب كنظن بان الاموال اللي حصلتي عليها قبل من الزواج في معظم الاحيان وحسب الوزيره مؤخرا كان قالها ما كتحسبش في الفلوس اللي غادي تقسم في الطلاق. اذا ما تحتاجش نورمالمون دير هاد الكونطرا هادي، ولكن من الافضل تسول المحامي باش تكون مهني، لان كاينه واحد الكونطرا كدار في الزواج. ولكن في معظم الاحيان كنظن بان ما كاينش هذه الفكره هذه، لان هذه فكره غربيه لحد الان. اذا من الناحيه ديال البريناب خاصها ضروري تكون حسب كيفن أوليري. كيقول لك الا المراه او الراجل ما بغاش البريناب راه كيبان لك العيب، لان الشخص اللي باغي يتزوج ما خاصوش يتزوج على ود فلوسك. وفاش كتقول لي انا بغيت ندير بريناب الا قال لك لا، عارف راه شي حاجه ماشي نورمال، غادي يبغي يستعمل الايموشنز، يقول لك لا وما كتثقش بيا وانت واقيلا داخل على الطلاق، وهذوك غير محاولات للاقناع، ولكن في الحقيقه شي حاجه ماشي نورمال. لان الزواج اللي كيكون مبني على الحب ما خاصوش نورمالمون يطمع فيك والفلوس اللي عندك. هذه من جهه. ندوزو نشوفوا اشياء اخرى قبل من الزواج. كيفن أوليري كيقول لك قبل ما تتزوج خاصك تعرف على الشخص المده ديال 3 سنين وانت كتعرفه وكتهضر معاه، لا البنت لا الولد. علاش؟ لان في ديك 3 سنين كتقدر تعرف التعامل ديالو من الناحيه الماليه، وحنا غنبقاو نركزوا على الماليه بزاف. كتعرف الخسائر ديالو، لي ديبونس ديالو، كتعرف التعامل ديالو مع المال، وكتعرف العلاقه ديالك وديالو مع المال. شنو المعنى ديالو؟ الا كنتي انت من الناس اللي كيدخروا وكيانفيستيو والشخص الاخر ما كيدخرش وكيانفيستي، واش غيبدا يسمع ليك من الناحيه الماليه؟ اي انكم تقدروا توصلوا لواحد الاتفاقيه ديال واحد الفلوس هادو ديالك، سير شري بهم اللي بغيتي، ولكن خص واحد الفلوس نانفيستيهم للمستقبل، للاطفال الى اخره. الا كانت الموافقه كنديروا ما يسمى بالكومبرومايز. صعيب جدا انك تلقى واحد الشخص من الناحيه الماليه كيشبه لك، شبه مستحيل. الا كان شي واحد مجوج وعنده شخص اخر كيشبه لي من الناحيه الماليه، عرف راسك راه عندك الزرب زين. اذا ضروري من الكومبرومايز انك تضحي، ولكن كتضحي بالمعقول. شنو المعنى ديالها؟
هو ان الا كان شي شخص من الناحيه الماليه عنده روينه، عنده ديون مرتفعه، ما كيسمعش الهضره من الناحيه الماليه، راه كنهضر على بنت وولد مخلطين هنا، ما كيسمعش من الناحيه الماليه، عرف بانك غادي تختار الشخص الخطا اللي غادي يعذبك في الحياه. وحسب كيفن اوليري كيقول لك الزواج هو اصعب كونطرا تقدر ديرها في الحياه ديالك، اللي تقدر تخربق لك الحياه ديالك، تردها اسوء حياه ولا تردها افضل حياه. علاش؟ لان الطلاق ما ساهلش، خاصه في الميريكان هو كيهضر، ولكن تقدر تكون انت في المغرب. الطلاق كيدمر الحياه كلما كتعقد الحياه. شنو المعنى ديالها؟ باش كتعقد الحياه هو بالولاد، باش كيكونوا الاولاد وكيكونوا ممتلكات الحياه كتصعب. وبعض الاحيان الناس ما كيبغيوش يطلقوا لان صعيب القضيه باش تطلق، كتولي غادي تخرج انت من الدار، يا غتاخذ الدار تعاود انت من الزيرو، وكتولي كتقول سير على الله نصبروا اش غادي نديروا، وكتولي الحياه ديالك كامله كارثيه فقط لانك ما قادرش تطلق. اذا قبل ما تزوجوا الاخوان فكروا مزيان باش تعرفوا هذا الشخص واش يناسبكم من الناحيه الماليه ولا لا. وإلا تزوجتوا ماشي مشكل، فكروا مزيان قبل ما تولدوا، لان فاش كتولد كتولي معادله اخرى وما كتوليش سهله انك تطلق لا اجتماعيا لا ماليا. اذا هذا الشيء ضروري انكم تفكروا فيه قبل من الزواج. حاجه واحده اخرى كيقول كيفن اوليري، كيقول لك سيدي خاصكم تعاملوا مع الزواج بحال بيزنس بلان، تصاوب واحد البيزنس بلان. البيزنس بلان شنو خاص يكون فيه؟ هو كيفاش نتعاملوا مع الفلوس من ناحيه ديال المصاريف، من ناحيه ديال المداخيل. الا كنا غادي نولدوا شحال خاصنا نبريباريو من ناحيه المداخيل، الا بغينا نشريو دار فين غادي نشريوها، بشحال غتقام عندنا، وشحال غادي نخلصوا، واش غادي نكريو ولا ما نكريوش. هادشي كامل خاصكم تهضروا عليه قبل ما تزوجوا، ولا غادي يوقعوا لكم مشاكل اللي غادي يستريسيوكم خارج الزواج. وتصدقوا انتم اصلا واخا الزواج ديالكم مزيان، بهذا الستريس المالي يقدر يدير ضغوطات على الزواج ديالكم، وتقدروا تمشيو تطلقوا فقط لان كاينين حوايج اخرى ضغطات عليكم. تقدروا انتم عايشين بخير وانتم بخير، ولكن ضغوطات ماليه وضغوطات ديال البيزنس بلان تقدر تديكم الهاويه. هذا حسب كما قلنا كيفن اوليري. اذا ضروري من ناحيه ديال البيزنس بلان نشوفوا الشخص اللي غادي تزوج به حسب كيفن اوليري. عاوتاني كيقول لك خاصك تعرف عليه كل شيء، وفي هذيك 3 سنين كتقدر تعرف عليه كل شيء اللي كيخول لك انك تختار واش داك الشخص تكمل معاه الحياه ولا لا. من بعد الزواج فاش كتزوجوا، دابا هضرنا على قبل من الزواج، دابا نهضروا على من بعد الزواج. قال لك ضروري ان معظم الفلوس تجمع في دقه واحده، ولكن هو كيهضر على امريكان. في المغرب كاين بزاف ديال الثقافه كتدخل، والدين هنايا كل واحد مسؤول على راسو والطريقه ديال التعامل. انا غادي نهضر كيفاش كيقولوا في امريكان، ولكن نتوما تقدروا تستعملوا اللي بغيتوا حسب الثقافه والمحليه ديالكم. علاش قلت الثقافه المحليه؟ حيت كاين شي وحدين كيامنوا بان الراجل هو اللي خاصو يخلص والمراه ما تخلص والو واخا تكون خدامه. وكاين الناس اللي كيقول لك حنا بجوجنا خصنا نتعاونوا على الوقت، وكاين الناس اللي كيقول لك المراه الا خدامه انا نجلس في الدار، وكل واحد ولا هي انا خدامه ما تخرجش هي، كل واحد والثقافه ديالو وكيفاش كيشوف الفلوس وكيفاش كيشوف الزواج. اذا هادشي بيناتكم. نهضروا على الطريقه اللي قالوا هو انه قال من الافضل يكون عندنا جوينت اكاونت. هذه ما كنظنش بان كاينه في المغرب، الا كانت الاخوه كتبوا لي في الكومنت، هو انك كدير كونت بانكير واحد اللي كيتحطوا فيه الفلوس ديالك وديالها، واللي منه كيمشيو للاستثمار وكيمشيو لي ديبونس العاديه وكيمشيو لجميع الاشياء. اذا ضروري واحد الكونت ديالكم بجوج. من بعد عاد تقدر دير كونت ديالك وديالها الا كان عندكم دي ديبونس مصاريف جانبيه. انت مثلا انت كتمشي للقهوه واحد المصروف، كتحط راسك واحد المصروف في الشهر في داك الكونت اللي كتقدر دير به اللي بغيتي، وحتى واحد ما يقول لك شنو درتي به. وهي كتحط فلوس في واحد الكونت خاص بها اللي تقدر دير بها اللي بغات، وحتى واحد ما يقول لها شنو درتي بدوك الفلوس. تشري بهم الميك اب، دير اللي بغات، شغل هذاك، لان هذوك الفلوس اللي غيتحطوا ديال الشخصيه اللي بغى يدير بها شي حاجه يدير بها شي حاجه. هذا هو التقسيم اللي كيشوفوا اوليري. كاين باقيين بزاف ديال المعلومات هنايا مهمه. الا بان لكم هذه المعلومات مهمه حاولوا انكم تشوفوا هذا الكتاب هذا، قلبوا عليه، لا اوديو بوك لا من ناحيه ديال الكتاب، غتلقاو فيه هذه المعلومه. غير هذا الكتاب هذا راه شي شويه قديم، راه اكثر من 12 عام هذه باش تكتب. غادي تلقاو فيه شي معلومات اللي جوج الحاجات، معلومات يما قديمه من الناحيه الماليه او معلومات خاصه بامريكان. اذا ضروري داك الفلتر ديال المراكن فيرجن، اي انك تشوف الثقافه المغربيه وتاخذها بعين الاعتبار فاش كتكون كتقرا الكتاب.